طبعا كده شكلي بيقول ان انا نازله وبعمل لكم انبوكسنج عن الشنطه الجديده، بس الحقيقه يا جماعه دي مش شنطه خالص، ودي بقى الوافل ميكر بشكلها الجديد من فلامينجو. كلمتكم الفتره اللي فاتت عن شركه فلامينجو اكتر من مره، لانهم فعلا شركه متميزه جدا، فانا قررت اجرب الوافل ميكر من عندهم عشان اكيد هيكون مختلف. بما ان كلنا مضيعين فلوسنا على الوافل، فانا قررت ان انا اعمله في البيت وطلع احلى مما تخيل. كده كنت حطيت بيضتين وسكر وفانيليا، وبعد كده ضربتهم مع بعض، بعد كده حطيت الزيت واللبن ونص معلقه كيك شيف وكمان كوبايه ونص دقيق. هتقلبوا كل المكونات دي كويس وتضربوهم مع بعض بالمضرب العادي او الكهرباء، هو ده بيكون القوام بتاعه. ندخل بقى على اهم عنصر في كل ده وهو الوافل ميكر بتاع فلامينجو. الحلو فيه انه شكله شيك جدا، يعني لو حطيتيه على رخامه او في اي كورنر فهو لذيذ قوي وهيشرف. نرجع لموضوعنا بقى، رشيت زيت كده وبعد كده حطيت الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. ده بيكون قوام الخليط، خدوا بالكم من النقطه دي كويس قوي عشان يطلع مقرمش. وبعد كده بتسيبوه 10 دقايق، وزي ما انتم شايفين كده هو ما اتحرقش، هو طالع مقرمش قوي. حطيت عليه صوص كراميل وموش، قادره اقول لكم بجد قد ايه طلع خطير وطعمه احلى من بره بكتير. يعني تقدري توفري وتعمليه في البيت باقل التكاليف بالوافل ميكر بتاعه فلامينجو. يعني لو انتي او ولادك من عشاق الوافل فتقدري تجيبي الوافل ميكر من فلامينجو، وهتوفر عليكي كتير قوي وقت وفلوس ومجهود. فلامينجو، للجودة أصول.